انا اتعلمت الماني على موبايل نوكيا قديم وكسبت 250 يورو من حد الماني انبهر بيا. بس البداية كانت كارثة. اسمعوا القصة. وانا 15 سنة في 2006 حوشت 80 جنيه من شغلانة صعبة واشتريت موبايل نوكيا 3310 مستعمل. وهنا بدأت الحوارات تشتغل. فرحت بيه اول يوم، بس فجأة حصلت المصيبة. الموبايل فصل وما فتحش تاني ابدا. المحل بيديك ضمان 3 ايام بس، بعد كده ما يعرفكش. رجعته للمحل، بدأ يفك حاجات ويركب حاجات لحد ما جمع لي موبايل 3310 واخيرا اشتغل. فكرة ان الموبايل يكون مفتوح دي كانت مصيبة لوحدها. المسامير لو فيها خربوش معناها ان الموبايل اتعمل له صيانة. وكان في اصحاب محلات موبايلات متخصصين في فك وتركيب الموبايلات بدون تجريح المسامير، عمليات نصب يعني. الموبايل اشتغل يومين ومات تاني. المرة دي بقى خدت معايا ابويا والراجل خاف وباع لي موبايل نوكيا 3400. ده الاصدار التاني بعد ما دفعت له فرق 30 جنيه زيادة. الموبايل ده كان فاجر بمعنى الكلمة. كان فيه خاصية لو عرفتوها هتقولوا عليا مجنون. كنت اقدر ارسم عليه بالزراير، حاجة بدائية كده بس وقتها كانت طفرة. كنت كل يوم عمال برسم عليه اشكال كتير، وبسبب اني ماسكه طول اليوم ومش بعمل اي حاجة تانية البيت قام حريقة وولع. ابويا مسكه وهبده في الجدار ونزل 100 حتة. لميته ورجع اشتغل تاني. الموبايلات دي كانت مصنوعة من جبس مش من بلاستيك. اشتغلت بعد كده في محل موبايلات وعرضت الموبايل ده للبيع. الغريب ان اللي اشتراه مرجعش تاني ولا حتى اشتكى. ده معناه ان الموبايل كان راكبه عفريت. سنة 2008 تالت موبايل اشتريته سيمنز A70. كان لون شاشته برتقاني والبطارية بتاعته باظت 3 مرات وكنت بقدر الاقيها لحد ما اختفت خالص من السوق. فرقت في علبته لحد يومنا ده ولسه عندي. عشت معاه ايام كتير حلوة من الثانوي لحد دراستي في المعهد، وكلمت منه بنات كتير قوي حبوني وحبتهم. رابع موبايل اشتريته كان سنة 2013 نوكيا بزراير. كان جديد ب 120 جنيه، صناعة هندي. خدته معايا في مصيف بلطيم، وكل موبايلات اهلي اتسرقت في اليوم ده ما عدا الموبايل بتاعي. اديته لخالي لان بتاعه اتسرق، وفضلت انا من غير موبايل لحد سنة 2014. السرقة دي بقى هي اللي قلبت حياتي كلها. تعالوا نشوف ايه اللي حصل بعد كده. خالي سنة 2014 اداني موبايل نوكيا قديم، قدرت من خلاله اتواصل مع حد من المانيا وتعلمت منه اللغة الالمانية. ومن كتر المكالمات اللي حصلت بينا في الاخر الشخص ده كان مبهور جدا من اللي انا قدرت اعمله، وقرر انه يبعت لي 250 يورو على ويسترن يونيون وقال لي دي مكافأة ليك لانك شخص ذكي ومجتهد، وعايزك تشتري موبايل حديث عشان نتواصل اسهل مع بعض عن طريق الفيس والواتس. بس يا ترى بقى مين الشخص الالماني ده اللي عمل معايا كده؟ وده اللي هتعرفوه في حلقات جاية كتير، عشان كده ما تنسوش المتابعة. اشتريت موبايل سامسونج جراند نيو بشاشة تاتش، وده كان من اختيار صديق عزيز عليا بيفهم في الموبايلات وقتها وبيحترم جدا شركة سامسونج. ده كان اول موبايل محترم سمارت امسكه في حياتي. كان حدث كبير قوي وقتها. اشتريته ب 1850 جنيه في شهر 9 من سنة 2014. اشتريت له كفر وعملت له باكت نت. الاجمالي كان 2000 جنيه. كان وقتها اليوتيوب وجوجل بلاي فاضيين مش زي النهاردة. كان شكل النت مختلف خالص. ومن سنة 2014 لحد نهاية سنة 2019 الموبايل ده فضل معايا، وكان اكبر عيب فيه المساحة والبطارية، وكان بيهنج كتير في اخر ايامه. كبر في السن بقى. بداية سنة 2020 عملت بحث ومقارنات على اليوتيوب وجوجل لمدة شهر كاملة لحد ما استقريت وقررت اشتري موبايل جديد اسمه هونر 10 لايت. وده الموبايل اللي بصور منه دلوقتي وبعمل عليه المونتاج كمان. شغال معايا من 2020 لحد الآن. ده أحلى موبايل اشتريته في حياتي، وصعب الاقي حاجة زي النهاردة، خصوصا ان سعره وقتها كان 2400 جنيه بس. اشتريته مخصوص عشان جودة الكاميرا الأمامية وشاشة فول اتش دي بلس. السنة اللي فاتت بقى اشتريت اخر موبايل وهو هونر 5 اكس. امكانياته متواضعة جدا بس موبايل جميل. دفعت فيه 3800 جنيه. اشتريته مخصوص عشان اكتب عليه سكريبتات وقصص الفيديوهات الحلوة اللي انا بصورها لكم دي دلوقتي. اما بقى الموبايل نوكيا ابو زراير اللي انا اتعلمت عليه الالماني، اخده مني واحد المفروض كان صاحبي.
هبقى احكي لكم عنه كتير في حلقات جايه. لما شافني اشتريت موبايل سامسونج جراند نيو قال لي هاخده اسبوعين وارجعه، ومن 2015 لحد النهارده مفيش حاجه رجعت. انا كنت بحب الموبايل ده جدا لانه كان فتحة خير عليا. اللي عايز اقوله في الحلقه دي ان كل حاجه بسيطه ممكن تكون بدايه لحاجه كبيره قوي، حتى لو موبايل نوكيا قديم وبزراير. القصه لسه ما خلصتش، اللي جاي احلى واقوى. فلو عجبتك القصه والمحتوى اللي انا بقدمه دوس لايك واشترك وفعل الجرس، وشاركني انت كمان ايه اول موبايل غير حياتك.